طب ايه الحل يا دكتور؟ اول حل هو المعرفه، عشان كده لازم تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه علشان نزود المعرفه الطبيه الصحيحه. تاني حاجه اعمل سيف للفيديو ده عشان تتفرج عليه قبل ما تتجوز او تبعته لصاحبك قبل الجواز. المعرفه بايه الطبيعي وايه اللي مش طبيعي، ونفرق بين المشكله العضويه والمشكله النفسيه، وده بنعرفه سواء قبل الجواز عن طريق فحوصات ما قبل الجواز او بعد الجواز لو حصلت مشكله. وهنتكلم عن المشاكل العضويه اللي ممكن تسبب ضعف شهر العسل في فيديوهات تانية، لكن النهارده هنركز على الجانب النفسي واللي علاجه بيتطلب التشخيص السليم واستبعاد اي سبب عضوي، واننا نطمن على المريض انه سليم 100%. ومش هو بس، احنا لازم برضه نطمن على مراته انها ما عندهاش تشنج مهبلي او اللي بيسمى فاجينيزمس، واللي ممكن نعمل عنه حلقه كامله لوحده، واللي علاجه في درجاته الاولى بيبقى بسيط عن طريق اتباع التعليمات اللي بنقولها، او في درجاته الاعلى ممكن يحتاج بعض التمارين او البوتوكس مع زملائنا المتخصصين في امراض النساء. وثانيا بطلب المشاركه الفعاله من كلا الطرفين، لان في كلمه بقولها لكل الكابلز اللي بيجوا لي، كده كده في علاج 100%، بس ده بشرط واحد، ان كلا الطرفين بيسعوا للحل. لكن لو في طرف واحد بس بيسعى للمشكله ف100% مفيش علاج. المشاركه الفعاله في التاكيد انك تاخد الموضوع واحده واحده وتعرف ان السكس is the price of foreplay، يعني العلاقه الزوجيه هي جائزه للمداعبه مش العكس، مع تعليم الوضعيات الانسب للعلاقه الزوجيه في البدايه، وطريقه استخدام الجل والاستثاره الكافيه للزوجه، طريقه توجيه العضو لغايه ما يعرف هو طريقه لوحده بعد كده، طريقه الدخول التدريجي واحده واحده عشان تتلافى الوجع اللي بيحصل عند مراتك وتطمنها. واخيرا ممكن نكتب بعض الاحيان ادويه، بس مش هي الاساس، هي بس عشان تدور العجله وتسندك لبر الامان. والاهم من ده كله، بيتك هو سرك، محدش ليه دعوه بحاجه، مش رجوله انك تتفشخر على القهوه، ومش مسموح ان حد من اهلك او من اهلها يتدخل ما بينكم، انتوا ستر وغطا على بعض، ولو في مشكله بتحلوها مع بعض، واتاكد ان 100% في حل. طب انا يا دكتور طلع عندي مشكله عضويه، يبقى تابعنا عشان الحلقات اللي جايه مهمه جدا ليك. طبعا هكرر في كل حلقه ان كل المعلومات اللي بنقولها هي معلومات علميه مبنيه على خبره اكلينيكيه واكاديميه وطبيه، ومصادرها هسيبها لكم تحت الفيديو. ورغم كل ده الفيديو عمره ما هيكون بديل عن الكشف الطبي خالص. تمنياتنا بالصحه والسعاده والعافيه.